مرحبا بكم في فلوج جديد، والمرة دي رايحين دولة من أشهر الدول في أوروبا وهي التشيك. فتعالوا المرة دي رحلة لمدة 3 أيام نشوف المعالم السياحية بتاعت التشيك والشعب التشيكي اللذيذ، وطبعا مش هنتوصى بالأكل التشيكي، فليتس جو. Ladies and gentlemen, welcome to Prague, a city full of history and unforgettable charm. يا صباح الخير، لسه راكبين قطر من ألمانيا للتشيك. الرجالة معايا سامح، مجدي، أخ مجدي، والاتنين اللي ميتين دول المفروض كنا نسهر طول الليل طول السفر نسمع أغاني وجايبين لعب وحاجات، بس طبعا ما علينا. فرايحين دلوقتي لتشيك. ركبنا من ألمانيا من بايرن دلوقتي لتشيك بتذكرة 24 يورو. دي بتحجزها يا اما اونلاين يا اما في القطر، بتبقى ارخص في القطر بيوم، وده اكتشفناه عشان كان في معضله في الموضوع ده. بس واحنا دلوقتي عدينا الحدود واحنا دلوقتي في التشيك. ان شاء الله هنوصل. الطريق ما بين بايرن والتشيك 4 ساعات، فاضلنا ساعه ونوصل ان شاء الله. القاكم في التشيك. وصلنا التشيك خلاص، دلوقتي في المحطه الرئيسيه. لغه غريبه مش فاهمين اي حاجه، بس البنوك شكلها جميل الصراحه. سامعين العجب، بنسمع عجب. بس دلوقتي بنشتري تيكت تذكرة بتاعت المواصلات الداخلية، يعني في حدود 5 يورو لليوم. وبعد كده هنروح الهوستل نعمل تشيك ان وشوف بقى هنعمل ايه. لسه ما نظمناش اليوم ولا فطرنا ولا عملنا اي حاجة، بس يعني المدينة شكلها جميل. ساعة ما وصلنا للتشيك ومتهيألي الشمس طلعت والسما زرقت هو الكآبة في ألمانيا، بس يعني ده سمع كده عادي من غير اي فلاتر من غير اي حاجه. شوف بينده عليا وانا سايبه عمال اصور فلوج، بس قلت اوريكم المنظر عامل ازاي. وصلنا الهوستل بالترام. طبعا كان فيه شويه سسبنس ان احنا ما ركبناش تذكره البتاع عشان بس ده الهوستل ورانا اسمه A&O، مشهور يعني. ما ركبناش تذكره المواصلات لغايه ما نوصل للهوستل، فلو كان طلع كنترول كنا ممكن نلبس غرامه 70 يورو، بس كان شويه سسبنس عسل يعني. نخش بقى نشوف بس المشكله اللي تشيكن الساعه 3، لسه دلوقتي الساعه 12 الظهر، فاضل 3 ساعات. فهنشوف هنعمل ايه عقبال ما نقدر نخش الاول يعني. بس الصراحه المدينه جميله والجو ظابط، فمخليه شكلها لذيذ يعني. عايز اوريكم المدينه. بس دلوقتي داخلين الفندق يعني او الهوستل. وصلنا الهوستل. تعالوا اوريكم كده بالسريع. ده بيبقى البار، ده ريسبشن، وهنا في مشروع برضه زي جيمنج ستيشن يعني في العاب وكده. هنا مطبخ ولوكرز، وهنا بقى زي الناس بتقعد تلعب بتقعد تتكلم زي عادات يعني. الفندق لذيذ يعني. بس تعالوا اوريكم بقى الاوض من فوق عامله ازاي. طبعا دلوقتي في الفطار فالناس كلها بتفطر. تعالوا اوريكم الاوضه من فوق عامله ازاي. عملنا تشيك ان في الفندق، بس عملنا حركه ذكيه. كان سعر ال5 افراد في الاوضه، يعني هي الاوضه ب 117 يورو، فاحنا خدناها احنا 5 وهي بتشيل 6 عشان نبقى برايفسي. بس يعني طبعا بهدل الاوضه، كنت المفروض اصورها يا ابني. عايز وانت تصورني ولا ايه؟ انا داخل على اول اخونا من ايطاليا ميلانو. انت بتلعب بنطلون ولا ايه؟ مش عارف. بس هو 6 سراير، وهم رموني طبعا فوق، بس هو احلى حاجه اللي فيه بقى وحمامين. حمامين واحد والتاني. انا بس جاي عشان اوريكم الفيو عامل ازاي. في الدور 17 بتاعي.
هحاول اصوره لكم بشكل سينمائي. احنا شوية دلوقتي رايحين لمكان كده زي الالت شات، حاجة اسمها اولد تاون سكوير، زي الالت شات يعني بتاع المدينة. استخدم الترام او اسمه الشراسبان، يعني هو شكله نضيف قوي الصراحة في الجو وسريع يعني. بص عاملين ترام بينك وترام ريد وحاجات كده خلاصة يعني. بس والميزة بقى ان التلج لما نزل الصراحة مدي فايبس حلوة يعني. الدنيا فيها تلج هناك على الرصيف اهو. بس ان شاء الله تبقى سفرية لذيذة. القاكم في الاولد تاون سكوير. وصلنا الاولد تاون سكوير ولا الاولد سكوير تاون؟ اولد تاون سكوير. بص المبنى التراثي ده، في مبنى هنا اثري وهو عبارة عن ميدان يعني. بصوا الميدان في زي اسمها ايه، تماثيل وعاملين مظاهرات. انا مش عارف احنا ايه الحظ ده جايين عاملين مظاهرات. هحاول اوريكم المظاهرات. شكل في قلعه، بس تعالوا نشوف المظاهرات دي بيحكوا عن ايه. المشكله هنا في الدوله هنا ولا بيتكلموا انجليزي ولا بيتكلموا الماني ولا بيتكلموا عربي، فانا حاسس ان احنا بلغه الاشاره ماشيين. القلعه اللي ورا دي شكلها جميل برضه. مش باين قوي بس هحاول اجيبها بطريقه افضل يعني. مظاهرات ايه بيقولوا كلام مهم قوي الصراحه، انا مش فاهم. My, abychom to změnili, musíme tento systém změnit. Samozřejmě, vy všichni o tom pravděpodobně víte, ale sami si taky těžko dokážete. في تماثيل كتير فمدي المنظر الميدان ان هو شياكه يعني. Naprosto zásadní změna, neotřesitelné, všichni tomu důleží, protože jim to čpou od kolébky. انا حاسس ان انا في فيلم تيمور وشفيقة بالجاكيت والايس كاب ده، حاسس ان انا تيمور. اديكوا حته الميدان ده بس تشوفوه بشكل افضل. A nebyl porazitelný. A přesně to se stane v budoucnu, když budeme spolupracovat na tom, abychom ten systém vlád politických stran rozdělili. A samozřejmě politické strany o tom mluvili. من الحاجات الجميله قوي ان انت تبقى سايح كده. عبد الله بقينا سياح 3 يورو بس احنا دلوقتي الصراحه الفايبس جميله جدا والناس لذيذه يعني، مش زي اللي عندنا في المانيا. الناس هي بتبتسم بطريقه مبالغ فيها. انا اوريكم يعني هو في كذا كنيسه هنا في المنطقه. في واحده ثانيه. يا وي ار تورست ناو. بس فرحان قوي بالميداليه دي. ده علم التشيك، رومان ده تشيك. لسه المظاهرات شغاله والناس دي مورش، الناس دي فاضيه. دي الكنيسه الثانيه. هحاول اجيبها لكم بشكل اوضح شويه.
الاولد تاون سكوير، الدنيا ابتدت تليل، رايحين دلوقتي ناكل. صديقنا السجست يافا طلع مطعم خازوق، طلع حراق. احنا رايحين مطعم دمشق بقى، خلينا احنا في الدمشقيين والسوريين حبايبنا. السوريين على قدنا، يافا شكله فلسطيني، حبايبنا برضه فلسطين بس شكله مطعم كان فانسي قوي، واحنا بنكح احنا جايين براج اصلا. جايين براج بس. فطبعا في حاله الستارفنج دلوقتي بنموت من الجوع، فكله متعصب على كله. انا لما ببقى جوع ببقى متخلف متخلف قوي يعني. بس ماشيين في حواري براج، حاسس ان عندي الناس دي مشكلة بقى انك لما تلجأ تروح اي دولة عربية بتفضل بقى تقعد تتوه. يا ابني احنا اوروبيه، احنا مش عربيه. قصدي اوروبيه. دي اثار الجوع والله العظيم مش قادر. تقعد بقى تدور على مطعم عربي وتشوف هنا وتشوف هنا، طب مين طب فين، لحد ما ربنا في الاخر بيعطلك في مطعم وتروح تتدبس في قد كده. بس ايه مرضي. هو شكله ده، هو شكله اهو مش في دمشق. دمشقي. لا بس والله المبنى شكله حلو. نعدي مبنى شكله حلو بس والله. انا اجيب لكم تحسوا اثري شويه. هو ما فيهوش غيرنا ولا ايه؟ داخلين اهو مطعم على قد. خلصنا اكل دلوقتي رايحين نحلي، بس في زي برجر كده شكله كويس. وصلنا المحل الحلو، هو ده مش عارف باين ولا لا. هخش اجربه بقى، هحاول اصور لكم وهو بيتعمل لو ينفع يعني. Pistachio mix. Mix. Pistachio mix. Yeah. تختار pistachio mix. كل الدول طالبين زي بعض؟ ايه رايك؟ طب حلو قوي. صح؟ لا لا يستاهل. صوص البيستاشيو جامد فشخ. 10 من 10. اهم حاجه وانت مسافر ما تفكرش في الفلوس، عشان لو فكرت في الفلوس ما هو الكونسيبت ده اللي هيفلسنا. صح. انا متعود على الموضوع ده من وانا صغير. لو طالع في اي حته خلاص المهم بقى انت تدفع كام، لو تنبسط وترجع بقى يبقى ربنا يسهل. هلس لا لا بس يستاهل 10 من 10. يعني الوقار راح. انت بتعمل ده بالكاميرا. نلقاكم بعد البيستاشيو. بس في النهارده زرنا الاولد تاون سكوير وكلنا من محل سوري، وبعد كده كلنا الحلويات، اشهر حلويات في براج. الصراحه تحفه تحفه يعني، اللي يجي لازم يجربها. ما لحقناش نلف كتير لان التشيك ان خد مننا وقت كتير جدا، فان شاء الله بكره يبقى في تخطيط احسن والقاكم غدا. يا صباح الخير، تاني يوم ماشي عليه الذوق. طالعين النهارده، ده تاني يوم. رايحين دلوقتي تشارلز بريدج، وفي ظهرنا في مش عارف دي كنيسه ولا دي قلعه ولا ايه، شكلها لذيذ يعني. بس طبعا النهارده الجو مشمس يعني الحمد لله، فنحاول كده نعمل حاجه حلوه في تشارلز بريدج. بس شكله زحمه لانه هو اشهر حاجه هنا في التشيك يعني، هو زحمه باينه من هنا اصلا يعني، بس الدنيا زحمه. هو اللي ورانا ده تشارلز بريدج، رايح له دلوقتي. احنا دلوقتي في الشارع بتاع تشارلز بريدج، ودي البوابه. بس عايز اوريكم البوابه عامله ازاي.
عباره عن زي تاور كده بس شكله لذيذ الصراحه. يلا ليتس جو. في نقدر نطلعوا؟ تعالى كده عشان نزحف. التاور والكروز الاثنين مع بعض. بجد ولا بكام؟ 13 13 حاجه كده. بص فوق. ايه؟ الناس اللي فوق. في ناس فوق في التاور ده. الصراحه الشارع ده يعني هو متهيألي اشهر حاجه في التشيك. ناس كتير قوي، ناس كتير وانت مشكله ماشي انا بصور فالمنظر غريب شويه. احاول اوريكم بقى بس البيوت من ورايا اصلا شكلها لذيذ جدا. وصلت خلاص. احنا دلوقتي كده على البريدج، عدينا البوابه. تعالوا اوريكم برضو التاور من ورا عامل ازاي. هو بيظهر بس ببطء شويه. هو ده التاور بتاع تشارلز بريدج. طبعا بقى على كل البريدج في تماثيل زي دي، تماثيل في كل حته، تماثيل. بس احنا رايحين دلوقتي للنيل او النهر اللي هو البريدج ده بيعدي. هحاول برضو اوريكم بشكل اوضح بس الجو ساقع رغم ان الشمس طالعه بس الجو ساقع. خلاص خلصنا تشارلز بريدج. طبعا فطرنا من البتاعه بتاعت امبارح دي تاني بس التاور من ورايا شكله لذيذ صراحه. المنطقه اللي احنا فيها دي بتهيألي المدينه القديمه كلها اثريه بس عامله ازاي يعني كلها مباني الصراحه شكلها شيك قوي. دلوقتي هنتمشي كده وهنروح في قلعه. هي بص هي مش عارفه تظهر من هنا ولا لا، هي اللي على قمه الجبل اللي هناك. والله انا هوريك بس احنا رايحين لها يعني. هي صغيره من هنا بس هي كبيره يعني. بس فدلوقتي نلقاكم عند القلعه. جو ساقع. من الحاجات برضو المشهوره في التشيك وكانت في طريقنا احنا رايحين القلعه اضيق ممر في العالم. او مشكله بقى نحزنها ان هو مقفول. هو بيبقى عباره عن ممر ما بين البيتين ده، هو مقفول زي ما احنا شايفين. هحاول اجيبه لكم بس لما الناس تمشي. حظ ايه للاسف، كنت نفسي اعمل فيديو عليه برضه. ولا تعالى اوريكم حظنا تعالى اوريكم حظنا والممر اللي احنا جايين عشانه مقفول مغلق للصيانه. Excuse me. He was, you know, he reminded me of me, and I literally was like, yeah, I'm واحنا طالعين القلعه لقينا محل بيبيع كون بطاطس الصراحه من حاجه كان نفسي اجربها بس عامل ازاي. تعالى طالع دلوقتي الجو ساقع فعايزين اي حاجه تدفينا. الدنيا زحمه بس تمام. وريني كده لسه عامل ازاي. حاسس ورينا عامل ازاي. البطاطس مسكنه خالص. البطاطس نعمل مشروع هنا يا استاذ بقى. نعمل مشروع بطاطس. محمد النبي بيأثر عليك خالص. كوستاريكا يعني نخش كده. يلا بقى
انا حاسس ان انا في بلاجة الفرنجة ولا ايه يا عم مجدي؟ الراجل ده جامد مننا خالص، مش حاسس بجسمه. هو احنا اللي بتاع اتاخر كده. ايوه. هي بتتكلم عربي؟ اي طبعا. منين؟ سوريا. اجدع ناس. اي وريني ده بتاعنا. يلا. وصلنا القلعة بعد شادر السلام كتير قوي. دي القلعة ورايا. مش عارفة، مش عايز تيجي. في طبعا زحمة هنا علشان دي أعلى نقطة في التشيك. المفروض دي كشف المدينة كلها من فوق يعني. حاول أصورها لكم. القمراية اللي ورايا دي. بس فهي الصراحة صدمتنا كلنا. عارف انت كنا زي ما وريتك كده في الفيديو بقى، حيطة كده انت مش شايف، مرة واحدة تلاقي المنظر ده. ايه ده؟ ايه عاملة ليه كده؟ لا الصراحة الأوروبيين أبدعوا في الإعمار، في القلعات والكنايس والحاجات دي. بس عاملة ازاي؟ يعني أحاول تشوف بقى. هي متهيألي دخولها مش عارف بفلوس ولا ايه، بس والارض كمان فيها تلج، فعامله منظر جميل جدا الصراحه. الناس كلها طبعا جايه عماله تصور. التلج الارض ده بيزحلق. مين بينادي؟ حاضر خلاص ماشي. خلاص هسيبهم يتصوروا وبعد كده نكمل الفلوج. خلاص خلصنا القلعة. دلوقتي هنروح ندور على مكان نتغدى فيه ونتدفى شوية عشان ايدينا اتجلدت ومراكبنا سافت وركبنا ضاعت. بس نشوف بقى هناكل فين. بس عاجبني اللقطة دي هنا مع الشمس كده. جالي بس لسه المنظر. الشمس حلوة الصراحة. الشمس دي ما تفاش. المهم يا اسطى عندنا في المانيا عندنا احنا خلاص بقينا في المانيا. في الالمان احنا معانا اقامه سنه فبقينا المانيا. بس عندنا في المانيا الحمامات بقى ايه بفلوس، لكن هنا الحمام ببلاش. هنا حمام ببلاش. البلد هنا يعني افقر يعني المستوى الاقتصادي قصدك؟ افقر دي اصل افقر ما تقالش عليه افقر دي بالنسبه لالمانيا. احنا عندنا في المانيا بقى. عندنا في المانيا بس عندهم هنا الاسعار رخيصه، الخدمات متوفره بسهوله. لكن في المانيا ادفع على كل حاجه يا صاحبي. ادفع ادفع الحمام حتى. والله العظيم يعني انا عايز اخش حمام 2 يورو يا صاحبي.
بس البعلاوي في ايطاليا نفس الكلام، بجد والله. بتدفع فلوس. البعلاوي وهو جاي مع صاحبنا من ايطاليا وهو جاي استنى، راح برضه على الحمام في ايطاليا فلقى الحمام بفلوس. عارف اعمل ايه؟ خلاص مش عايز اعرف مش عايز اعرف بس يتصور. استنى واحد يخرج قام فاتح الباب ودخل. مصريين في ايطاليا. بس الكنيسه دي قلعه، سوري مش كنيسه، دي قلعه. القلعه شكلها جميل الصراحه. يلا القاكم بقى ما نشوف هنروح فين بجد. سلام. لسه واصلين، طلعنا من محطه المترو، دي محطه المترو اللي ورانا، طبعا وراها المبنى مش عارف ده مبنى البلديه ده ولا ايه. خلاص وصلنا للمطعم اللي هناكل فيه واسمه بوبي ايز بتهيألي. في هنا تمثال زي بتاع احمد عرابي. فهناكل متهيألي فرايد تشيكن وبومز. جربنا امبارح الاكل العربي، فالنهارده جايين بقى نجرب الاكل الفرنكي. فهوريكم كده، ده المطعم اهو قدامي، بس انا هحاول اجيبه لكم. اسمه بوب ايز بتاع فرايد تشيكن. هو ده. فهخش واقول لكم على تجربه الاكل بعد ما اخلص. بس خدت الاوردر، وهنا ده اقدر اعمل ريفيل الكوبايه دي. بس الاوردر عباره عن سندوتش بطاطس وبس. اهم حاجه الناس، اهم حاجه الفانز يشوفوا احنا بنعمل ايه. مثلا جوتن ابيتيت. لا وري لهم الساندوتش بقى نفسه. لا ده كده كتير، ده كده ناكله في الديتيلز، كده ناكله في التفاصيل. نلقاكم بعد الاكل. بعد ما خلصنا اكل رايحين دلوقتي على معلم سياحي زي وش كده من ميتال او من الستانلس ستيل يعني، معروف جدا. بس واحنا في طريق عدينا على الميدان اللي احنا كنا فيه امبارح، بس النهار دلوقتي بالليل يعني، فقلت اوريه لكم بالليل. منظر الصراحه جميل قوي. الكنيسه طبعا عماله الاجراس تضرب عشان النهارده الحد، فالكنيسه بص منوره ازاي، شكلها الصراحه شيك قوي. هو فعلا مشكله الجو ساقع، بس انا مستمتع الصراحه بالاجواء الاوروبيه. الكنيسه شكلها شيك قوي. وصلنا بس للتمثال الجرد، راجل من غير راس، فاحنا بندور على الراس في المدينه عشان ده ضحك. ده تمثال الراجل، بس لسه بقى بندور على راسه محطوطه فين. واحنا بندور على راس الراجل المفقوده لقينا معلم سياحي تاني اللي هو الساعد، وعرفنا ان احنا متاخرين. احنا متاخرين قوي. الساعه دي عاملين ندور عليها من امبارح الصراحه. طلعت على الناحيه اليمين واحنا كنا في الناحيه الشمال. بص ده منظر السياح اللي واقفين يصوروا الساعه زي انا مبسوطين يا جماعه يعني. بص ده منظر. مش واخدنا بالاجبار ولا اي حاجه كده. احنا مش خاطفنا عشان ندور على المعالم ابدا اطلاقا. فدي الساعه. المعالم كلها جنب بعض، هو ميدان واحد تيجي تقضي الليله وتروحوا هي دي الساعه. بص السياح بقى بيتصوروا من الساعه. هو بص عارف الديك اللي فوق ده بيطلع يعمل كوكو كوكو ويرجع. هو بيعمل كده. عمل كده. لا في ميونخ بتلف. يعني تعالى اوريكم الساعه. اخيرا لقينا الراس بتاعت البني ادم الفيا. الراس اللي عمالين ندور عليها طول الليل لقيناها، بس للاسف ما بتلفش، بس مش مهم. مش مهم عشان احنا اتجمدنا خلاص. اهي الراس اهي. عم فرانك وصلنا له. دي الراس. الجسم كان هناك، اللي هنا الراس. عذاب الصراحه، بس المفروض كانت تلف بقى، بس هم مش عارف قفلوها ولا ايه اللي حصل، ما بتلفش دلوقتي. خلاص ده كان المعالم بتاعت النهارده، والنهارده خلص داي 2. القاكم غدا. صباح الخير. النهارده تالت يوم، خلاص عملنا تشيك اوت من الفندق. ده الفندق خلاص بنسيبه، فين اهو المبنى الطويل ده. دلوقتي احنا في وسط المساكن هنا في التشيك. منظرها الصراحه يعني هي شبه مصر اعتقد شويه، يعني مش زي المانيا كلها بيوت مثلث كده من فوق. دلوقتي رايحين نفطر، وبعد كده هنزور المعلمين ساحين ونركب القطر ونرجع الى مدينتنا امبرج. تعالوا نشوف النهارده كده اليوم هيمشي ازاي. ليتس جو. واحنا ماشيين لقينا بارك جنبينا كده، فقلنا نعمل شويه فيديوهات هلس.
بس فهبقى اوريكم الفيديوهات اللي عملناها، ودلوقتي طالعين على المكتبه اللي هي عايزين نروحها، نشوف بعد كده هنعمل ايه. وصلنا المكتبة، بس كان في صدمة بقى. في طابور أطول من طابور العيش. بس الطابور عامل ازاي؟ كل ده عشان ياخدوا صورة مع في المكتبة. بس الطابور واقفين ازاي؟ المفروض أقف في الطابور ده عشان آخد صورة. بس مش مهم، أهم حاجة ناخد الصورة. تعالوا واقفين واقفين في الطابور ازاي؟ يا اسطى بيوزعوا ايه جوه؟ بيوزعوا ايه جوه؟ طابور الجمعيه بيوزعوا ايه جوه؟ نلقاكم جوه. نلقاكم جوه. اخيرا هانت، بقينا صف اول اخيرا بعد انتظار تام. احنا بقالنا ساعه الا ربع واقفين ساعه. لا اديها كده، دي ثامس داون صح. اوفر ريتد. خلاص وصلنا واحنا من غير ما دخلنا. اوفر ريتد. ولسه في طابور. بص عامل ازاي. نحاول ناخد بقى صورتين حلوين ونتكل على الله. بس بعد ما خلصنا المكتبة بقى اضطرينا نمشي علشان آخر قطر من براغ لألمانيا بيبقى الساعة 5، فقلنا لازم نلحق عشان ما الطرق ما تعملهاش معانا. فأنا معكم الشباب من براغ التشيك. يلا تشوز.